لن بقصة بدأت بالأمس، هي قصة إعلامية لا أقل ولا أكثر. بالأمس بثينا تصريح كنا قد سجلناه مع لاعب النصر محمد السهلاوي بعد المباراة الأخيرة للاعب. طبعا لاعب منتقل من فريق ألف، لن أسمي الآن الأندية لأننا نتعامل مع حدث هنا على هذه الطاولة، نتعامل مع الحدث بغض النظر عن الأطراف أيا كانت هذه الأطراف. لاعب منتقل من نادي ألف إلى نادي باء إلى نهاية الموسم، ومن ثم هناك احتمال لبقائه أو عودته إلى فريقه السابق. طبعا هذا الكلام حسب الآلية التي سمعناها من مسؤولي الناديين في كل وسائل الإعلام، وحتى عندنا في الجولة بشكل مباشر من المسؤولين المباشرين في الناديين ألف وباء. طبعا من الطبيعي والمنطقي والعادي سؤال جدا بسيط، سؤال جدا بداهي، حتى لا يعني بديهي، لا يحتاج حتى سؤال إلى إعلامي، أنه هل سيبقى اللاعب؟ هل سيستمر في النادي أم سيعود ناديه السابق؟ بكل بساطة هذا ما سئل بالأمس. عموما سئل هذا السؤال وظهر التصريح وأجاب عليه اللاعب بنفسه. من كلام اللاعب بالنص أخذنا حديثه وضعناها في العناوين، ونحن نعرف جدا كيف نضع عناوين الجولة، لأننا نتعامل مع حدث ولا نتعامل مع أطراف، سواء كانت مصلحة الطرف أو ليس في مصلحة الطرف أن يظهر هذا الخبر، فهذا ليس من شأننا، مع احترامنا وتقديرنا لكل الأطراف. نحن نظهر الحدث، والمصلحة الأولى هي مصلحة الإعلام وتقديم عمل إعلامي مميز. ما راح أسوي دعاية لأنفسنا، ولكن سنضع كل الصورة أمامكم أنتم ولكم الحكم. بالأمس اتصل الأمير فيصل بن تركي في الحلقة، وكنت أنا موجود مقدما لتلك الحلقة، واعترض بشدة على العناوين ووصفها بأنها عناوين عظيمة على حد طبعا باب السخرية، وقال إن في هذه العناوين استقصاد لنادي النصر، وواضح أننا نبحث عن مصلحة ضد مصلحة النصر. هذا ما سمعناه بالأمس. عموما اللاعب محمد السهلاوي كما قلنا بالأمس صرح للجولة. اليوم إدارة نادي النصر رأت شيئا آخر وأصدرت بيانا نقرأه كاملا كما عودناكم. كل البيانات حتى التي تأتي ربما يعني فيها شيء من الانتقاد لنا وحتى فيها شيء من الهجوم علينا أحيانا، فإننا نعرضها كاملة كما حدث في بيانات كثيرة والشواهد كثيرة. البيان يقول: قررت إدارة نادي النصر مقاطعة قناة ART، وذلك بسبب مواقفها المضادة والسلبية للنادي، والتي كثيرا ما تظهر في برامجها بتحريض مستمر ومتعمد من المشرف على القناة، والذي كثيرا ما يسعى لتهويل الأحداث التي تخص نادي النصر، في حين أنه يتعامل مع الأحداث المماثلة في الأندية الأخرى بأساليب مختلفة يظهر من خلالها وجها آخر لتعاملاته مع الأندية بأسلوب نعرف نحن أبعاده وخفاياه جيدا، وقد صبرنا وتحملنا طوال الفترة الماضية، علاوة على أننا قد بينا وجهة نظرنا لمسؤولي القناة أكثر من مرة، أملا في أن تتغير هذه المنهجية من القناة وأن يعي المسؤولون عنها ما يتعرض له النصر بسبب مشرف القناة، إلا أن الأمور لم تتغير ولم تتبدل، وأصبح يمارس إسقاطاته بحق نادي النصر. ومن هذا المنطلق قررنا مقاطعة القناة نهائيا إلى أن يتم معاملة النصر فيها مثل بقية الأندية في كل قضايا العلاقات العامة. هذا هو بيان النصر، قرأناه نصا بدون اختصار، بدون حذف، بدون إضافات. بالأمس كما قلنا تابعنا وإياكم التصريح. اليوم سنضع كل الصورة أمامكم ولكم، ليس دفاعا عن أنفسنا ولكن حتى نوضح للجميع أننا نقف على نفس المسافة من جميع الأندية، والمسألة كانت مجرد حدث نناقشه لا أقل ولا أكثر بغض النظر عن الأطراف التي لها علاقة بهذا الحدث. نتابع الآن، نعيد التصريح فيه الجزء الخاص بعقد السهلاوي مع النصر، نتابع بكل دقة ثم نعود نتابع العناوين التي وضعناها في حلقة الأمس لنرى أين الاستفزاز لجماهير النصر. موضوعك أنت مع النصر منتهي؟ والله إن شاء الله أتمنى ذلك.
يعني معناته انه لا زال معلق؟ والله اكيد يعني انت عارف يمكن وداعيه اليوم بحكم الموسم هذا بالنسبه لي مع نادي النصر. اتمنى ان شاء الله الامور تتم بالخير ان شاء الله. وش الاقرب كابتن؟ والله يعني بالنسبه لي خلاص يعني جمهور النصر جمهور عشقته يعني حبيته زادت علاقتي فيه اكثر واكثر. اتمنى ان شاء الله الامور تمشي بخير ان شاء الله. احد الصحف اليوم ذكرت انه بندر محمد يفاوض السهلاوي، هل هذا الامر صحيح؟ والله الموضوع هذا المفروض يكون بين اداره نادي القادسيه ونادي النصر. لكن تم شيء بشكل شخصي؟ لا ما في بين شيء شكل شخصي بينه وبين اي عضو شرف في اي نادي. لا ما كان في شيء. شكرا محمد. هذا تصريح محمد السهلاوي الخاص بحديثه عن عقده في الجزء الأخير. نتابع الآن العناوين التي ظهرت في حلقة الأمس ونقارنها بما قاله اللاعب محمد السهلاوي الذي قال أكيد لا زال الأمر معلق. سأله عبد الرحمن الدحيم هل نفهم أن هذا الأمر بقائك مع النصر ما زال معلق؟ قال أكيد بالنص، ثم قال هذا اليوم وداعية اليوم لجماهير النصر، ثم قال أتمنى الأمور تتم بخير، والأقرب بالنسبة لي أني حبيت جماهير النصر كما قال، وأتمنى الأمور تتم بخير. نتابع العناوين التي وضعناها بالأمس. إذن هكذا جاءت العناوين. السهلاوي يودع جماهير النصر، وهو ذكر بالنص لم نجتهد، حنه في العادة أحيانا نحاول يعني أن نأخذ شيئا من الأحداث لنبرز عناوين معينة، ولكن حرصا منا دائما في بعض المواقف أن نأخذ الأمور بالنص، لأننا نعرف جدا أن في بعض الأمور حساسة ولا نريد يعني أن تفهم الأمور بشكل خاطئ، ولذلك نأخذ الأمور بنصها. قال إنه اليوم وداعية لجماهير النصر، وقال إنه مصيره ما زال معلقا، ونحن تساءلنا ما هو مصير السهلاوي مع النصر. عموما الآن معنا على الهاتف ردا على هذا البيان المسؤول الأول في قناة اليارتي مدير عام القنوات وليد الفراج. مساء الخير أبو بدر. مساء الخير أخوي عادل. مساء الخير لأبو فهد. مساء الخير أبو بدر. يعني الأسئلة هنا ربما غير مناسبة لأنه ما في شيء يسأل حقيقة في هذا البيان، سأترك التعليق بشكل عام على البيان. طيب شكرا لك عادل. طبعا يعني أنا تتعامل معي الآن مش كمسؤول عن البرنامج أو كمسؤول في الشبكة، لكن بتكلم كضيف. نعم. زي ما تفضلت وطلعت التصريح وظهرت العناوين، أنا بحكي القصة الكاملة للجمهور وخاصة الجمهور النصراوي. نعم. ولولا جمهور النصر اللي يهمنا ما كنت يعني عملنا هذه المداخلة وهذا التوضيح. أنا بحكي القصة كاملة. نعم. وأنا راضي بحكم الأخ، يعني الناس ما تعرف الحقيقة. تلقيت اتصال الساعة 12 بعد منتصف الليل أمس من سمو الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، يطلب فيها تغيير عنوان الجولة حول محمد السهلاوي، وطلب أيضا الاعتذار من البرنامج، وأن يقوم مقدم البرنامج الأخ عادل الزهراني بتقديم اعتذار رسمي لنادي النصر وتغيير العنوان. الرجل الحقيقة كان منفعل، وأنا ما أحب يعني بطبيعتي أحاول قدر المستطاع أني أحفظ علاقات متوازنة، لأن عندما تتعامل بحدة مع رئيس النصر فأنت بالتالي ستتهم بأنك يعني ذو علاقات خاصة مع رئيس الهلال ورئيس الشباب، وإذا تعاملت مع رئيس الهلال بحدة فستتهم أنك أنت مع رئيس الاتحاد ورئيس الشباب أو رئيس النصر. يعني أنت عارف إشكاليات الوسط الرياضي. الأمير فيصل أنا أحترمه وقدره، رجل الحقيقة يعني رجل يبذل جهد كبير من اجل النادي، فذلك انا حاولت قدر المستطاع اني احتوي الموضوع، فقلت ابشر فيصل خاطرك لطيب، ساعالج الموضوع. طبعا صعب اني اقول والله نعتذر عن ايش، يعني اعتقد ان بعد 20 سنه من الاعلام انا شايف في الشاشه امامي لا يوجد خطا. اللاعب قال، واذا كان يعني ظهور المعلومه كان مؤذي لنادي النصر هذا موضوع اخر. فاتصلت بالاخ غانم القحطاني مساعد مدير القنوات وبلغته، وكلمت الدكتور وليد الماهري معد البرنامج، قلت له معلش الغوا العنوان. قالوا ما في شيء. قلت معلش الغوا العنوان ولاجل العين تكرم مدينه، الغوا العنوان وعدلوه وحطوا لسمو الامير عنوان اخر باسرع ما تستطيعون حتى نستطيع ان احنا يعني نوازن. الوضع الرياضي ملتهب ورؤساء الانديه يتعرضون لضغوط كبيره من جماهيرهم، وهذا ادى بالتالي ان تصير في نوع من المزايدات الاعلاميه قد تكون ضحيتها بعض وسائل الاعلام.
بعدين لاحظت حاجه انه الخبر، وانا اتحدى من يستطيع ان ينفي ما اقوله. الخبر نزل اولا من معلق قناه الجزيره في الشوط الثاني من مباراه النصر مع الهلال. خبر ايش هو؟ انه السهلاوي سيغادر النصر. ولم يعترض احد من اداره نادي النصر على هذه المعلومه. نعم. برنامج خط الستة في قناه ابو ظبي قال نفس المعلومه. ولم يتصل احد ويعترض على برنامج خط الستة. المعلومه قيلت في برنامج صدى الملاعب في MBC، وقالها الزميل العزيز ماجد التويدري حتى بالنص. قال ان الوسط الرياضي يخشى ان السهلاوي قد يعود الى القادسيه، وانه قد يحبذ اللاعب العوده الى القادسيه. طيب، 3 قنوات ذكرت الموضوع واحنا الجوله الرابعه. سؤال: ما الذي يختلف في الجوله عن بقيه هذه البرامج؟ هنا علامه استفهام كبيره. مشينا ماشي. لا أبو بدر، عفوا، قبل علامة استفهام، يبدو انه على حسب البيان انه في مواقف سابقه، مش القضيه بس هذه. اذا علينا ان نعترف ان البيان هو مجرد بحث عن حجه لمهاجمه البرنامج. بس انا لو قالوا كذا انا ماشي، انا اتقبلها. بس انت بنيت احتجاجك وقرارك على نقطه، وهي اننا تكلمنا عن موضوع السهلاوي. طيب، الحقيقه يعني انا لم يسبق ان طلب مني رئيس نادي في المملكه الاعتذار عن معلومه، وانا بقولها الان، انه حتى نادي الهلال بعد اقاله المدرب كوزمن، او حتى نادي الشباب، او حتى النادي الاهلي، او حتى نادي الاتحاد، وهذه الانديه يعلم جيدا الشارع الرياضي ان فيها شخصيات ذات وزن ثقيل على كافه المستويات. لم يسبق ان طلبوا الاعتذار عن مواد تلفزيونيه او معلومه، بل طلبوا الاعتذار يمكن عن بعض الاخطاء التقنيه، زله معلق، زله مقدم، زله محلل، هذه حصلت واعتذرت. انا حتى كنت في نادي النصر مع الشيخ محي الدين لما وقعنا قناه العالمي، وطلب مني اني انا اعتذر عن كليب يحلمون اللي ظهر على القناه، واعتذرت بالرغم ان العمل لم يكن موجه لاتجاه نادي النصر لكن يفهم منه. وقتها قدمت اعتذار. طلع الامير عبد الرحمن بن ساعد رئيس نادي الهلال تحدث معي حول عدم الاحتفال بنادي الهلال بكأس ولي العهد بعد قضية كوزمن، وقدمت الاعتذار. أنا ما أخجل من الاعتذار، إذا أنا أخطأت أنا لست رجل معصوم. طيب، المشكلة، شوف يا أخ عادل، أنا أتحدث الآن مع الجميع، المشكلة أساسها أنه سمو رئيس نادي النصر عنده قناعة بأن الجولة تمنح أفضلية لبعض الأندية، وهو من حقه أنه يقتنع بهذه القناعة، لكن الحقيقة أن احنا في الجولة نمنح مساحات للأندية حسب نتائجها وإنجازاتها، وليس حسب الآراء الشخصية أو الجماهيرية أو التوازنات. أرجو يكون هو واضح. بيان المقاطعة أنا أحترمه وأقدره، تعرف ليش؟ لأنه يمثل نادي النصر، وأنه اللي مصدر البيان هو سمو الأمير عبد فيصل بن تركي، وهو رجل يعني نحترمه ونجله. لكن البيان يعلم جيدا، أنا يعني كل أعضاء مجلس إدارة نادي النصر صار بيننا اتصالات بهم كلهم مستغربين من البيان. بيان المقاطعة واضح، هدفه دعائي أكثر من عملي، لأنهم عارفين أن البرنامج سيتوقف خلال أقل من 10 أيام، وما بتبقى في الموسم إلا مباراة واحدة، وهي كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين اللي راح تجمع الهلال مع الاتحاد، وإدارة النصر تعلم ذلك. أنا نفسي أفهم ما هو السبب الذي دفع نادي النصر يعني من هو الشخص الذي حاول إقناع المسؤول الأول في نادي النصر أن هذا البيان مفيد. هو أنا حقيقة رأيته أنه بيان يؤدي فقط إلى زيادة الاحتقان أو إصدار بيان جديد. يعني أنا أعتقد بس من حقه بدر، يعني هو لحظة عادل. نعم. أنا لن أدخل في نقطة علاقات النصر مع الآخرين، لأن أنا لست طرف في هذا الموضوع. لكن نتكلم عننا. لو ارتكبنا شيء مخطئ، لو ارتكبنا خطأ، أنا مستعد أطلع أعتذر عنه. اللاعب يقول أنا أمشي وعقدي انتهى وأنا ماني عارف في وضعي، وحطيناها في عنوان، والمعلومة قيلت في 4 قنوات، يطلع البيان بس على الجولة بس احنا بدر الفرق هذا يعكس أحد أمرين، إما أن الهدف كان إصدار بيان ضد الجولة فقط، وإما أن الهدف أن القنوات الأخرى والبرامج الأخرى في حسابات الربح والخسارة رأى صناع القرار في نادي النصر أن لا داعي للدخول معها في مواجهات قد يحتاجها النصر في المرحلة. شوف، احنا نحترم النصر ونحترم جماهيره، لكني أتساءل إلى متى هذا التصعيد المستمر؟ إلى متى سياسة المزايدات في الشارع الرياضي السعودي؟ القضية الآن أن تحول الساحة الرياضية لما يشبه المبارزات الكلامية باستخدام المدرجات الرياضية، هو أمر بالغ الخطورة. يعني 4 قنوات تقول المعلومة، تطلع على بيان
يعني على قناه واحده. وبعدين انا اعترف لنا سلبياتنا، احنا ما احنا معصومين، احنا برنامج يومي، قناه نقلت الدوري السعودي 4 سنوات في 1200 1300 مباراه نقلت، لابد لنا سلبيات وانا اعترفها فيها. لكن سؤال، النصر مش لوحده اللي عنده ملاحظات، ترى كل الانديه، الهلال والشباب والاهلي والوحده والاتفاق والاتحاد، كل الانديه عندها ملاحظات طويله عريضه، لكن لنا ايضا ايجابياتنا. تم اخفاء وتجاهل كل ايجابيات، اصبح ليس لنا اي ايجابيات، واصبحنا كاننا نستهدف نادي النصر. سؤال ليه؟ لماذا الاستهداف لنادي النصر؟ ولمصلحه من؟ نحن ما نتبع احد، نحن نتبع قناه شبكه تلفزيونيه ناقل للدوري السعودي، ونتبع ناس لديهم قدره على تمييز الامور، ونقدم ما نعتقد انه مناسب. اعتقد انه بعد مشوار السنوات دي كلها وحرصنا على قدر المستطاع، رغم انه صعب في المملكه انها تكون محايد، بعد السنوات دي كلها يجي يظهر بيان يتهمك انك انت مضاد لي. لا، انا ماني مضاد لاحد. طيب. كل الانديه على عين والراس، لكن هذا البيان انا مع احترامي لم يكن موفق لا في التوقيت ولا في المضمون. أبو بدر، أنت قلت أنه البيان يعني كان يستقصد الجولة، في حين أنا الآن سأتحدث معك الآن كطرف أو كضيف كمسؤول عن الجولة، وكأنك يعني غير مسؤول سنتحدث بكل يعني بكل حيادية. أبو بدر، في البيان يبدو أنهم ما كانوا يستقصدون الجولة، كانوا يتحدثون عنك أنت شخصيا. فيك ورد الإشارة إليك في أكثر من متعمد من المشرف. لأني عادل رفضت المكالمه بطريقتها امبارح. يعني احنا تحدثنا مع اكبر الشخصيات الرياضيه من الامير سلطان بن زايد الله يسلمه والامير نواف بن فيصل الى رؤساء الانديه، لم تمر علينا مكالمه مثل مكالمه البارحه. والحقيقه يعني انا اعتذر، لكنني يعني لست اعلاميا صغيرا حتى اتلقى دروس من احد. انا كل رؤساء الانديه على عيني وراسي، اطلب ما تريد، الجوله مفتوحه لك. يعني تقصد المكالمة كان فيها إساءات أبو بدر ولا كان فيها إملاءات؟ يعني شوف، أنا ما أبغى أتكلم عن مضمون المكالمة، تظل المكالمة يعني سر بيني وبين رئيس نادي النصر، لكن أعتقد مش ممكن أتصل على عادل الزهراني الآن وأقول له على البرنامج يطلع أعتذر على إيش؟ ما هو أنت لست آلة، أنت إنسان لك قيمتك وإعلامي لك اسمك ولك أمامك ملايين المشاهدين يتفرجون. أنا على كل رئيس نادي يتصل علينا يقول لنا قدموا اعتذار نطلع نعتذر، هذه ما هي وسيلة إعلامية. ولو أخطأت أبو بدر أنا كإعلامي سأعتذر بدون توجيه. من أن تخضع لأحد. طيب. ولم تخضع 4 سنوات، يعني مش هتخضع في ال10 أيام الأخيرة يعني تقصد إنه البيان هو ردة فعل؟ ردة فعل لم يوافق عليها جميع أعضاء مجلس إدارة نادي النصر، وحتى وإن ظهر أحدهم وقال أنا موافق. ولم نجد إعلامي نصراوي مستقل يستطيع أن يعطي فيها. يعني لو كنا أخطأنا يا جماعة أنا أعترف، إحنا مش احنا لسنا عنيدين. لو في خطأ في البيان او في الخبر امس ساعترف فيه، يعني ايش المشكلة؟ انا لا يضرني ان يصير في خطأ، انا لست يعني اقوم بكل الدور، في طاقم كبير جدا في الجولة، قد يخطئ معد، قد يخطئ مقدم، قد يخطئ محلل، لكن ترسيخ فكرة ان كل ما يحدث في ART او في الجولة مرتبط بشخص واحد، اعتقد الشخص هذا مش ذنبه انه يعني اصبح صفحة اولى. يعني هذه ليست طريقة انه كل ما حصل خطأ يوجه مباشرة للمسؤول الأول بطريقة الحقيقة فيها استعداء للشارع. أنا أقول للجمهور النصراوي يمكن يمون علينا أبو بدر، بس يعني من الموانئ والله على عيني وراسي. يعني الآن لما طلعنا تقرير لجماهيرية النصر، بعضهم طلع فيها قصة. يعني شوف، إذا في فرضية سوء النية هذه ليس لها حل. لا يمكن أن تتعامل مع الآخرين. إذا أنا أردت الحين أتعامل مع برنامج كان سوء النية، أقول شوف حاطين صورتي على الشاشة، مش حاطينها على الشاشة كاملة. شوف عادل البطي شوف قاعد يهز راسه، يعني مش عاجبه كلام، يبغى يعلق بعد شوي عاد استهداف. يعني عارف يا جماعة، انظر للشاشة واحكم، لا تجي تاخذ ايش. يعني مشكلتنا عارف يا عادل، وهذه يمكن يعني كلمتي الأخيرة، مشكلتنا اللي موجودة في وسطنا الرياضي، ما حد يتفرج على البرنامج او ماذا يقال، الكل يشوف انت ايش قصدك، وانت عادل ليش تبسم، وعادل البطي هذا الحين عضو إدارة نادي الهلال، طبعا شو بيقول؟ اكيد بيكون مع وليد، واكيد بيفوزون. لا بعلق ابغاك ما تروح يا ابو بدر. اعتقد هذه القرارات المسبقه هي مشكله. كلمتي الاخيره، لا تروح يا ابو بدر. جمهور رئيس النادي النصر على يا اخي انت على عيني وراسي، وجمهور النصر نقول لكم على عيننا وراسنا، لكن بيانكم غير موفق، لان لا يوجد قضيه. هتقعدوا تسحبوا القديم، صار لكم سويتوا كذا، عملتوا كذا، مش منطق. انت ايش اللي حصل الان؟ ما في حاجه حصلت. لاعبكم يقول انا بمشي، احنا ما قلنا له، 4 قنوات قالت
هل يستطيع نادي النصر أن يصدر بيان تجاه 3 وسائل الإعلام اللي طلعت؟ أنا ما أستعديهم، لكن لم يفكروا. ليه؟ والفرق تدري البرنامج ذا يعني الأطرف أقرب لنا نعطيه. الفرق أبو بدر أنه عندنا في البرنامج ظهر اللاعب بنفسه، مش إحنا قلنا الخبر يعني أقسم بالله أنا هذه المداخلة لم أرغب فيها، ولم أرغب في يوم أني أدخل مع رئيسنا أحد الأندية السعودية في أي كلام مناقشات. الحمد لله أنا صار لي سنين في المجال الإعلامي، الحمد لله أنا الوحيد، يعني ما بقول أنا الوحيد، بس أنا من الإعلاميين القلائل اللي يستطيعون أن يذهب صباحا إلى منزل خالد البلطان، ومساء لمنزل الامير فيصل بن تركي، وصباح اليوم الثاني يذهب للامير خالد بن عبد الله، ومساء يذهب لمنصور البلوي، واليوم الثالث يذهب لخالد المرزوقي، وبعده يذهب الى الامير عبد الرحمن بن ساعد. الحمد لله علاقتي مع الناس كل هذه طيبه. طيب. لكن هذا البيان الحقيقه انا اقول لسمو الامير فيصل، يا سمو الامير والله ما كان وقته ولم يكن موفق، ولا تستحق الجوله ولا يستحق وليد الفراج. الياما حصلت بينك وبينه مكالمات في فترات طويله، وحاول قدر المستطاع أن ينفذ لك ما يستطيع، لكن الحقيقة لم يكن البيان موفق. تفضل عادل. أبو بدر أرجو أنك ما تروح. يعني أول شيء أبو بدر، إذا انتقدك الجميع فأنت ناجح، لا شك الجولة لها سنوات وناجحة لأنها تقف على نفس المسافة من الجميع، هذا أولا. أنت السهلاوي وما ذكره الحقيقة أنا شفت البارح وشفته اليوم، ما في شيء يبرر، أقولها بكل صراحة، يبرر الغضب النصراوي. لكن النقطة اللي أهم أنا عندي البيان حق النصر ما تطرق للسهلاوي إطلاقا. يعني لو تشوف أبو بدر واضح أنه في شيء، يعني أنت يمكن ما تبغى تقول لنا وش اللي حصل في المكالمة، بس واضح أن في غضب نصراوي من يعني البيان واضح أنه مقتضب صدر عن العلاقات العامة بنادي النصر. أنا شخصيا أشوف أنه تصريح السهلاوي طبيعي، وحتى لو بقي في النصر ولا راح القادسية هذه كرة قدم واحتراف وعقود، إن بقي بالنصر خير وبركة، وإذا مشى للنصر. هذا اللي بقول لك الصراحة، شوف في انطباع معين لدى سمو رئيس نادي النصر أن وليد الفراج يتلقى توجيهات من بعض رؤساء الأندية، ومن ما دام هو يتلقى توجيهات من بعض رؤساء الأندية فعليه أن يوافق على هذه التوجيهات من طرفي. أنا أقول لسمو الأمير، لا رئيس النصر ولا غيره، أنا ما أتلقى توجيهات من رؤساء الأندية. إذا بتلقى توجيهات لن أتلقاها إلا من الرئيس العام لرعاية الشباب ونائبه فقط، أو الجهات المسؤولة في المملكة، أو بالتأكيد الإدارة العليا لشركتي. رؤساء الأندية ليسوا هما الجهة المناسبة لتلقي التوجيهات لمدراء القنوات، مع احترامي تقديري لهم. لكن يعني أعتقد أن أنت لما تتعامل مع رئيس المؤسسة الرياضية أو نائب رئيس المؤسسة الرياضية السعودية فأنت تتعامل مع مسؤول وطني. نعم. لكن عندما تتعامل مع رئيس نادي فأنت تتعامل مع مسؤول فئوي مختص بفئة معينة هي طرف من أطراف اللعبة. هذه مسألة خطيرة جدا. أنا أعلم أن جزء كبير من المدرجات السعودية عندهم وجهات نظر، يقول لك هذا أنت ضدنا، أنت هذه القناة ضدنا، هذا الموضوع ده ضدنا. أنا أعلم لأنه ميولنا لن يعلن، لا الميول الشخصي ولا ميول البرنامج. وأعتقد الأخ عادل يعني 3 سنوات 4 سنوات معنا، يعني عارف إيش الوضع. نحن ليس لنا توجه. أبو بدر، نجاح الجولة بصراحة نجاح الجولة لأنها تقف مع كل الأندية، مع وضد كل الأندية، هي تبحث عن مصلحة عامة للرياضة وتنقل خبر، هي يعني لا تتبنى خبر، هي تنقل الأخبار وتعلق عليه من خلال محللين. لكن أرجع أقول أبو بدر، قد تكون بصفتك مسؤول عن الجولة أو مسؤول عن رئاسة تحرير الجولة، أو من أجل ذلك كان البيان بهذه الطريقة. وأنا يعني أجزم أن الزملاء كلهم بكافة يعني ما كان الميول يخضع لأي جهة على حساب جهة أخرى. أتمنى شخصيا، وأنا أتمنى مؤكد يا أبو بدر أنك تبارك الخطوة، أتمنى أن نسمع وجهة نظر نصراوية يعني من خلال هذه الجولة. النقطة الأخيرة عادل، اسمح لي عادل الزهراني وعادل البطيء، يعني أعتقد أنه يعني أرجو وأتمنى اللي ما يكون اللي في بالي صحيح. أنا يعني متخيل أنه لا يحتاج النصر إلى افتعال قضية هامشية في نهاية الموسم، لا يحتاج. القضية هذه قضية صغيرة وهامشية، ولم يكن جمهور النصر صراحة يعني محتاج لهذه القضية. جمهور النصر يبغى إجابات أسئلة مهمة. إذا بتعامل كصحفي لا أعرف السهلاوي إيش صار فيه، أبو بدر عفوا، أعرف الموسم الجاي إيش بيحصل فيه، أكثر من قضية إنه قناة تلفزيونية أظهرت عمل مهني وأنتم يعني تكبرونه عليه. شكرا لك أبو بدر. شكرا لك يا خالد. شكرا لوليد الفراج، تحدثت معه كرئيس تحرير الجولة وليس كمسؤول عني أو عن هذه الطاولة. نتحدث بكل حياد، لا يهمني إن كان هو مخطئا أو الطرف الآخر مخطئ، يهمني أن أناقش. أنا عملي كمذيع أن أناقش وأطرح كل المحاور بكل تجرد، لأنني أول إعلامي
ولست يعني مشجعا لطرف على حساب آخر. سنتوقف